السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي متابعي قناة المدرج الأهلاوي، أهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة ولقاء جديد، ويلا بينا على الحلقة. بس قبل ما نبدأ يا ريت اللايك الجميل للفيديو والاشتراك في القناة الأجمل. ويلا بينا. خلاص كلها بكرة ونشوف تاريخ كرة القدم المصرية في الماتش التاريخي اللي هيكون ما بين الأهلي والزمالك، وده ماتش القمة اللي بجد مع احترامي لأي منافس هيلعب قصاد الأهلي أو الزمالك مهما كانت قوة المنافس. هيفضل ماتش الأهلي والزمالك مع بعض مختلف تماما حتى لو الفرقتين في أسوأ حالتهم الفنية والبدنية، ودي لأسباب كتيرة. منها مثلا القاعدة الجماهيرية هنا وهنا، وشكل الاستاد لما يكونوا الجمهورين قصاد بعض وكل جمهور يحاول يعلي على الجمهور التاني. جمهور الأهلي يهتف ويقول من التالتة شمال بنهز جبال، وبأعلى صوت دايما بنشجع الأبطال، فريق كبير فريق عظيم قدول عمره وبرضه قليل. جمهور الزمالك يسكت أكيد لأ، ويهتف ويقول من التالتة يمين في وحوش جايين، وهكذا لحد لما التسعين دقيقة أشغال كروية شقة تخلص على رأي حبيب الكل الكابتن ميمي الشربيني رحمة الله عليه. ومهما تظهر فرق وتحاول تناطح الأهلي أو الزمالك في أي حاجة، هيفضل برضه حجمهم معروف، حجم صغير أوي قدام الأهلي أو الزمالك. وبالنسبة لينا احنا بقى كمشجعين، لو كان في شوية متعصبين إذا كان للأهلي أو الزمالك، في برضه مشجعين كتير أوي بالنسبة لهم دي كورة وبس. عادي لما فريق يخسر بس ما خسركش، عشان ببساطة مفيش بيت في مصر إلا وفيه الأهلاوي والزملكاوي، ودي حاجة بنسبة 90% في كل بيوت مصر. وخلينا برضه متفقين إننا مش ملايكة. أنا ممكن يجي عليا وقت أدافع عن النادي الأهلي بكل قوة، بس الدفاع ده يكون بحدود، إني ما أقللش من نادي كبير زي نادي الزمالك. ولما يكون في أشخاص محسوبين على نادي الزمالك يطلعوا في الإعلام ويقللوا من النادي الأهلي في أي حاجة، أطلع وأرد بطريقة توجع، بس أكون عارف إن الأشخاص المحسوبين على الكيان غير الكيان نفسه، عشان نفس الأمر بيحصل من أشخاص محسوبين على النادي الأهلي وبيعملوا نفس الحكاية، انهم يطلعوا يتكلموا ويقللوا من نادي الزمالك. وده حقك كمشجع زملكاوي انك تطلع وترد وتدافع، بس خليك فاكر افصل ما بين الاشخاص المحسوبين على الكيان والكيان نفسه. وفي الاول وفي الاخر ده ماتش، انا اتمنى انه يخرج بصوره حلوه قبل اي حاجه، وما تحصلش مشاكل بين اللعيبه وبين بعضها. وبلاش الصوره المتاخده عن ماتش الاهلي والزمالك اللي هي لازم اللعيبه تتخانق مع بعض والماتش يقف وبعدين نكمل تاني. ويا رب الماتش جوه الملعب يبقى حلو ويخرج بصوره جميله ايا كان مين اللي هيكسب. انا كاهلاوي اتمنى الاهلي يكسب، وانت كزملكاوي تتمنى الزمالك يكسب، من غير ما حد فينا يقلل من التاني ونخلق فتنه من غير داعي. ويا ريت بلاش التعصب الاعمى. اعيدها تاني، يا ريت بلاش التعصب الاعمى. ويلا شاركونا برايكم في التعليقات وتوقعوا نتيجه الماتش هيخلص كام كام. وخلصت حلقتنا النهارده، بس خليكم فاكرين اللايك الجميل للفيديو والاشتراك في القناه الاجمل، واستنونا في حلقات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.